السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي معرفنيش أو لسه أول مرة يتفرج عليا، فأنا أحمد داوود، وبعتبر القناة هنا مساحتي الشخصية اللي بحب أتكلم فيها في مواضيع عامة. بيكون فيها مواضيع كتير جدا تقدر تفيدك لو أنت لسه متخرج. لو عجبك مواضيع القناة متنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. أنا بنزل فيديو كل يوم الساعة 9. يلا بينا نبدأ موضوع النهاردة. طبعا الحاجة الرئيسية اللي بتحصل بعد التخرج يعني هي حاجة من اتنين: يا انت بتبدا تدور على شغل، يا انت بتبدا ان انت تروح مثلا تخلص الجيش بتاعك او تنهي فتره خدمتك العسكريه. ففي ناس بياخدوا اعفاء وربنا بيكرمهم باعفاء، وفي ناس مثلا ما عندهاش جيش او ما عندهاش خدمه عسكريه، فبيكون ما عندهمش غير حاجه واحده بس بيعملوها بعد التخرج، وهي ان هم بيدوروا على شغل. فاحنا كشباب بنتعب كتير جدا او بيطلع عنا علشان نلاقي مثلا وظيفه معينه بعد التخرج. مثلا لو انت حابب تشتغل في المجال بتاعك، حابب تشتغل في مجال تاني غير المجال بتاعك، فبتبدا ان انت تشوف مواقع التوظيف. فالنهارده حابب ان انا اتكلم عن موقع شخصيا انا استلطفته جدا. يمكن انا كنت غايب عنه فتره او ما كنتش اعرفه لمده كبيره، لسه عارفه من قريب. وحتى لما عرفته ما كنتش مهتم ان انا اعمل اكونت عليه، او ان انا اتعمق فيه، او ان انا اعتبره زي فيسبوك كده بالنسبه لنا واكون 24 ساعه عليه مثلا، او ان انا ادخل أبقى اغلب الوقت مثلا جوه فيه. اتكلم مثلا في مواضيع، اشوف البوستات اللي فيه، اتواصل مع ناس، ابعت ريكوست لناس، طلبات صداقه لناس، وانا استقبل طلبات صداقه. في بدايه الموضوع بصراحه الابلكيشن بالنسبه لي كان حاجه رخمه جدا، وانا مش مستلطفه وحاسه غريب، بس يمكن دي تبقى طبيعه اي حاجه انت لسه جديد فيها. لكن لما اتعاملت شويه على الابلكيشن بصراحه وتعمقت فيه شويه، لقيت ان هو بصراحه يعني بقيت ان انا اغلب الوقت بقضيه عليه، لدرجه ان انا مستلطف الموضوع جدا، مش حابب ان انا اصلا اخرج. يعني ده يا دوب اول ما افتح الموبايل انا اول حاجه بكر عليه وهو الموقع ده او الابلكيشن ده. ابلكيشن اسمه لينكد ان. هحط لكم برده اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت في الوصف، علشان اي حد حابب ينزله. وباذن الله مثلا لو حد حابب ان انا اشرح طريقه ازاي تعمل اكونت على لينكد ان او ازاي تستخدمه، سيبوا لي برده في الكومنتات. لو كده اعمل فيديو عنه الفتره الجايه باذن الله. تدخل على بلاي ستور او على جوجل بلاي وهتكتب لينكد ان، هيظهر لك على طول، تقوم مثبته وتبدا انت تعمل اكونت عليه. هتبدا تشوف الناس اللي في المجال بتاعك، مجال المحاماه، مجال المحاسبه، مجال الاي تي، اي مجالات عامه، المجال بتاعك، وتبدا ان انت تبعت لهم طلبات صداقه، او تبعت انت تتابع البيدجات او الاكونتات اللي هي مهتمه بالمجال بتاعك. مع الوقت بصراحه هتكتشف لينكد ان يعني بالنسبه لك اجمل من فيسبوك. في الاول ممكن تلاقي الموضوع رخم شويه، انت في ابلكيشن جديد مش فاهم عليه حاجه، مش عارف تتعامل عليه، مش عارف ازاي تكتب مسج، مش عارف ازاي تعمل سيرش عن حاجه. لكن خلينا نقول ان نسبه كبيره جدا من شركات في العالم، مش في مصر بس، معتبره لينكد ان المنصه الاولى اللي هي بتنزل عليها الوظائف بتاعتها. فضروري جدا ان يكون ليك عليه اكونت من وقت للتاني بتنزل فيه عليه بوستات. انا بصراحه اعتمدته فتره، بصراحه افادني جدا في حوار الشغل. انت مجرد بتعمل عليه ابلاي النهارده، بتلاقي تاني يوم الصبح على طول الاتش ار بيكلمك من الشركه، بيتواصل معاك، بيعمل معاك مثلا فيرست ريفيو. الشركات بتعتمد يعتبر للوظائف بتاعتها، اي حد او اي شركه عندها وظيفه بتقوم منزلها على لينكد ان. في بقى ناس تبدا تاخد مثلا تنزل في جروبات، او تنزل مثلا في تشانل على تليجرام، لكن هو يعتبر المصدر الرئيسي او السورس الرئيسي للوظائف بيكون على لينكد ان. غير الوظائف كمان، مثلا لو انت شغال فانت بتلاقي عليه نصايح ازاي تطور من شغلك، ازاي تطور من نفسك، بتلاقي عليه مثلا ماتيريال لغات لو انت عايز تتعلم لغات. فبصراحه الابلكيشن لا جميل جدا وحبيته صراحه. يعني كم الفائده اللي انت بتخرج منها، انت اي نعم قاعد بتقضي وقت على السوشيال ميديا او بتضيع في وقت، بس انت بتستفاد من الوقت ده، ما بيضيعش كده وخلاص. هتلاقي انت مثلا خرجت بوظيفه معينه منه، هتلاقي مثلا انت خرجت بنصيحه، هتلاقي انت خرجت بماتيريال مثلا عشان تذاكر مثلا انجليزي او اي لغات تانية، هتلاقي مثلا ماتيريال للكمبيوتر او البرمجه او لاي حاجه مجال انت حابب مثلا ماتيريال عنه. بتلاقي في ناس بتنزل بوستات. وانا اكتشفته في كمان لينكد ان الناس بتخدم، يعني هي حابه تساعد، حابه تساعد الناس التانيه تشوف مجالات شغل، حابه تساعد الناس التانيه تلاقي مثلا ماتيريال او تلاقي حاجه تذاكر منها. فبنصح جدا بصراحه الناس اللي ما عندهاش لينكد لا تبدا تنزله من الوظائف، او فتره بعد ما تتخرج لما تيجي تدور على وظيفه، او حتى لو انت شغال في وظيفه مثلا مش شايفها مناسبه ليك او مش مستلطفه، فانت تبدا مثلا انت تشوف الوظيفه دي متطلباتها ايه، تبدا انت تشتغل على المتطلبات دي عشان تقدر انت تقدم فيها. بصراحه بنصح جدا اي حد ما عندوش الابلكيشن ده لا يبدا ينزله. وزي ما قلت انت تدخل بس على جوجل بلاي او بلاي ستور، تكتب لينكد ان هيظهر على طول. برده هسيب اللينك بتاعه في الوصف تحت. مجرد تدخلوا عليه وتبداوا تعملوا اكونت، وواحده واحده دي طبيعه اي ابلكيشن او اي حاجه جديده علينا احنا ما كناش فاهمين فيها او عارفين فيها. بس ده واحده واحده انت تقضي مثلا لو حتى كل يوم 5 دقايق بس تدخل كده تشوف ايه الدنيا بتطلع، هتلاقي مع الوقت انت بدات تحبه او بدات تفهمه والدنيا معاك تبقى سلسه جدا. بس ده كان فيديو النهارده. وفي اخر كده حابب اقول حاجه، او حابب بصراحه ان انت تبقى معايا على خط السير ده، ان انا محدد هدف الشهر ده ان انا اعمل 30 فيديو بمعدل فيديو كل يوم. فحابب جدا ان انتوا تشجعوني في الكومنتات، او لو اي حد عنده نصيحه ليا او حاجه حابب
حابب يضيفها لي برضه في الكومنتات يقدر يقولها لي ويضيفها لي في الكومنتات. وباذن الله مستمرين لحد دلوقتي، عملنا 7 فيديوهات، وباذن الله مستمرين. يعني دعواتكم ليا، واشوفكم على خير في فيديو جديد وحلقه جديد. سلام.